السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هناخد كورس من تأسيس الرياضيات كده إن شاء الله، والكل يركز جدا معايا. الكورس ده مهم جدا للمرحلة الابتدائية كمان، طلبة الصف السادس، ولطلبة المرحلة الإعدادية ومنهج أولى إعدادي الجديد إن شاء الله. وبرضه مهم جدا لطلبة الصف الأول الثانوي. هي كلها حاجات مراجعة على القديم، يعني بالنسبة لو بنتكلم عن الصف الأول الثانوي، يعني طلاب اللي 3 مراحل برضو إن شاء الله يركزوا معايا جدا جدا، لأنه كورس تأسيس رياضيات. هنبدأ النهاردة بأول حاجة القواعد. أول حاجة صلى على حبيبك النبي قبل ما تبدأ الفيديو، وكمل الفيديو للآخر عشان مفيش معلومة تفوتك إن شاء الله. وما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الفيديو ده على أكبر قدر ممكن عشان والكل يستفيد، وتعمل اشتراك للقناة على اليوتيوب. اول حاجة النهاردة يا جماعة هناخدها الاشارات. في طلبة كتير بتتلخبط في الاشارات. اشارات عند الجمع والطرح، يعني لما باجي اجمع او باجي اطرح. اول حاجة مثلا لو انا جه عندي اشارة موجب مع اشارة سالب مثلا، يعني لو انا جه عندي كده قلت لك -8 زائد 5 يساوي كام؟ انا عندي الاشارات مختلفة، عندي ال8 اشارتها سالب وال5 اشارتها موجب. طيب في الحالة دي بعمل ايه؟ قالك بتشوف اشارة الكبير وتحطها، حط اشارة الكبير واطرح. اشارة الكبير سالب يبقى اللي هي ال8 هحطها زي ما هي واطرح عادي. 8 ناقص 5 3. مثال تاني، -6 زائد 4. حط اشارة الكبير اللي هي ال6 و6 ناقص 4 2. وصلت؟ ناخد مثال كمان، -8 زائد 2. إشارة الكبير سالب، 8 ناقص 2 6. دي أول إشارة يا جماعة، أول قاعدة. الإشارات عند الجمع والطرح بتحط إشارة الكبير وبعدين تطرح. طيب تاني حاجة، لو الإشارتين سالب جنب بعض، على إشارتين يعني سالب هيدخل على سالب، ركز معايا كده. اي اشارتين سالب جنب بعض يتحولوا لموجب. يتحولوا ايه؟ لموجب. خلي قلمك كده معاك وركز معايا كده جدا، واكتب اي معلومة بقولها. اي اشارتين سالب جنب بعض بيتقلبوا موجب. زي ايه؟ لو انا جيت قلت لك 6 ناقص 2، ركز كده معايا، اشارتين سالب جنب بعض هما هيتحولوا لموجب، يعني السالب لما يدخل على السالب هيبقى موجب. يبقى دي 6 زائد 2 بيساوي كام؟ 8. ايوه كده، تركز كده. لو جاتلك كده 3 ناقص 2، ممتاز. طالب قال لي على طول اهو 5 على طول يا مستر. تمام، يبقى 3. السالب لما يدخل على السالب هيبقى موجب، يبقى 3 موجب 2 هيساوي 5. ركز مع بعض جدا يا جماعة. قواعد ده الجمع والطرح دي الأساس بتاع الرياضة، نركز مع بعض. تمام. لما يجيلي مثال كمان كده يقول لي 4 طرح -9، إشارتين سالب جنب بعض هيتحولوا لموجب، يبقى 4 زائد 9 بيساوي 13. تمام يا جماعة؟ تمام. تعالى كده ندخل على القاعدة التالتة، الإشارات عند الضرب والقسم. أولا أنا لازم أكون حافظ جدول الضرب جدا جدا جدا، مهم جدا. دي برضو في تأسيس الرياضيات. انت بص، إشارات عند الضرب والقسم ده تحفظها جدا. يعني لو أنا عندي موجب ضرب موجب يديني موجب، تمام. موجب في موجب بموجب. طب لو سالب في سالب، احفظهم كده، سالب في سالب يديني موجب. طب لو موجب في سالب، ركز معايا كده واكتب،
افتح كشكولك واكتب موجب في سالب يديني سالب، سالب في موجب يديني سالب برضو. ركز معايا جدا، دي قواعد الضرب، نفس القواعد برضو بتاع الاسم هي. قسمت موجب على موجب هيديك موجب، سالب على سالب هيديك موجب، موجب على سالب يديك سالب، سالب على موجب يديك سالب. تمام يا جماعة؟ دي معتمد برضو على جدول الضرب. لو جيت قلت لك 5 ضرب 4 بكام؟ بموجب 20. ممتاز، الإشارتين موجب، يبقى موجب في موجب بموجب، و5 في 4 ب20. طب لو قلت لك -3 ضرب 2، أيوة كده الإشارات مختلفة، هنا إشارة سالب وهنا موجب، سالب في موجب بسالب، 3 ضرب 2 ب6. طب لو أنا قلت لك -4 ضرب -9، الإشارتين سالب هيتحولوا لموجب، لأن سالب ضرب سالب بيساوي موجب، 4 ضرب 9 هيساوي 36. نركز مع بعض يا جماعة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك باقي كورسات التأسيس. طيب، رابع حاجة هناخد ايه يا جماعة؟ المحايد الجمعي. المحايد الجمعي معروف، عارفينها على طول. المحايد الجمعي ده بيبقى رقم ثابت، هو الصفر. خلي بالك من المحايد الجمعي والمحايد الضربي. المحايد الجمعي رقم ثابت وهو الصفر. وهو ايه؟ عم اجي اقول لك سؤال في الامتحان، المحايد الجمعي هو ايه؟ صفر ولا واحد؟ لا، تقول لي صفر يا مستر. زي ايه مثلا؟ لو انا جمعت 4 زائد 0 هيديني كام؟ 4. اي حاجة بجمعها مع الصفر يديني نفس الرقم. 5 زائد 0 بيساوي 5، 8 زائد 0 بيساوي 8. حتى برضو لو جمعت لك، لو اديتك مثلا كسر، برضو لو جمعته على الصفر هيأثر؟ لا. 3 على 2 زائد 0 هيساوي برضو 3 على 2. يبقى نركز مع بعض كده يا جماعة ونفهم مع بعض. تعالى كده، المحايد الجمعي اللي بعده هناخد حاجة اسمها المحايد الضربي. المحايد ايه يا جماعة؟ الضربي. المحايد الضربي معروف وهو الواحد. المحايد الضربي وهو ايه؟ الواحد. يعني ايه؟ محايد الضرب برضو رقم ثابت وهو الواحد. او ضربت اي حاجة في واحد، 1,000,000 ضرب 1 هيديني ايه؟ المليون. ضرب 8 ضرب 1 بكام؟ ب8. 9 ضرب 1 بكام؟ ب9. يبقى المحايد الضرب هو الواحد. 9 ضرب 1 بكام يا جماعة؟ ب9. 100 ضرب 1 هيديني ايه؟ نفس العدد اللي هو 100. تمام يا جماعة؟ يا رب يكون الكل فاهم. ولو حد عايز يحجز مع كورس التأسيس ممكن يبعتلي على الواتساب أي حاجة عايز تتشرح له قبل. وتتابعوا معانا قناة اليوتيوب عشان منهج أولى إعداد الجديد إن شاء الله نبقى ملمين بيه جدا جدا. بعض التغيرات حصلت والمنهج لسه منزلش، بس احتمال هينزل أكيد في أول 8 إن شاء الله. تابع القناة وتابع صفحتنا على الفيسبوك عشان يوصلك كل جديد. يبقى احنا كده خدنا المحايد الضربي بيساوي 1. طيب، هناخد برضو كمان قاعدتين عشان ما اطولش عليكم، عشان الفيديو يبقى قصير برضو، عشان تتفرج عليه للاخر وتبقى ملم بكل ما فيه، عشان ما اضغطكش برضو. هناخد سادس حاجة وهي الأسس. الأسس عند الضرب. الأسس عند ايه؟ الضرب. قلمك وكشكولك معاك واكتب ورايا. عند الضرب بعمل ايه يا جماعة؟ بجمع الأسس. عند الضرب بجمع ايه؟ الأسس. عند الضرب بجمع ايه؟ الأسس. يعني لو جيت قلت لك س ضرب س تربيع هيديني س أس كام؟ ممتاز، أجمعه. س الأس بتاع السين دي كام؟ 1. مادام معلهوش حاجة يبقى 1 زائد 2 يبقى س أس 3. يبقى س
في س تربيع يديني س تكعيب. يديني س يا جماعة تكعيب. ممكن يديك برضو س أس 2 ضرب س أس 3 ضرب س أس 5. عادي ممكن يضرب لك 3 أرقام مع بعض، 3 حدود مع بعض. هد هد هد، اضرب نزل السين اهي، نزلت السين. اجمع بقى 2 زائد 3 5، 5 زائد 3 8. يبقى انا عند القاعدة دي عند الضرب بعمل ايه يا جماعة؟ بجمع الأسس. عند الضرب بعمل ايه؟ بجمع الأسس. تمام. لو عايز تحجز معانا على الواتساب ممكن تراسلنا على على الرقم ده 011-4646-3159. ان شاء الله هرد عليك على طول. طيب القاعدة الجاية يا جماعة مهمة جدا جدا برضو، نفس بس ايه، الأسس عند الاسم. خدنا الأسس عند الضرب، هناخد الأسس عند الاسم. الأسس عند ايه؟ الاسم. الأسس عند الاسم. طب عند الاسم بعمل ايه في الأسس يا جماعة؟ بطرح الأسس. يعني جالي سؤال زي كده، قال لي س أس 8 على س أس 3 اهو. اعمل ايه؟ انزل السين واطرح 8 ناقص 3 5. فعند الاسم بعمل ايه يا جماعة؟ بطرح الأسس. بطرح ايه؟ الأسس. لو جالي قال لي س أس 100 على س أس 95، عند الاسم بطرح الأس، يبقى س أس 5. أطرح 100 ناقص 95 يديني 5. وهقف معاكم لحد النهاردة كده. متنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل اشتراك لقناتنا على اليوتيوب، مهم ضروري عشان يوصلك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي دروس التأسيس. وادعيلنا دعوة حلوة كده من قلبك، وشير الفيديو ده على أكبر قدر ممكن عشان أكبر عدد من الطلاب والطالبات يستفيد. ونشوفكم فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر محمد صلاح، دروس رياضيات أونلاين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.